المريض يريد لواحد يباريه، يقعد دوم يا مراسه ويحاجيه، يا ابويا خلافكم ما حد يمر بيه، يظل بالحسرة والمدمع والونين. ما حسبت اقضي شلون ليلي وانا من المرض مهدوم حيلي، عود انا انتظر طارش يجيني من عندكم يا وليانه ويا طيبين. بعد راح يألمك هذا المقطع يا محب، لو بس بي حيلة بعض عنكم وانشد كل من يلاجيني عنكم، كاف من البعد رد لوطنكم، علي غيابكم كل يوم بسنين. ومطلوب أنا أقرأ هذه القصيدة. يقولون كانت تجلس بباب الدار وتفرش بساطا الله حتى يأتي وقت الغروب، تدخل إلى الدار وهي حزينة متألمة، إذا جن عليها الليل تذكر الأهل والأحبة، ويأتي الصباح أيضا نفس الطريقة، تسأل الناس، تسأل القوافل، تسأل الركبان: أما رأيتم أبي؟ أما رأيتم عشيرتي؟ ولذلك تأتي إليها أم البنين يا لوحدك بالدار تبكي، ما لومك يا يمه بنت والنين، هل هدم حيل فراق الحسين؟ ولذلك توجه وجهها نحو أهلها والدموع جارة، قاعدة بدرب الخذايكم روحي وتناديكم، وين صرت يا أهلنا والوقت حلبك. مر عليك بس هي معاناة وبيها ألم، الله يوفق اللي كتبها إن شاء الله. خلصيت عمر انتظار وما رجع منكم خبر، والصبر ناح على حالي وابويا دلال الفطر، وعدتني وقلت ارد لي اجعل الاكبر والقمر. الله الله صعب ونعمت عين العليلة بكثر ما تربي، ابويا طول غيابك علي ومو سهل فقد الحبيب، ودارنا اللي كانت زهية أمست بنوح ونحب. أنا قاعدة بدربك وتاني تطلع الشمس وتغيب، هل بنتي عود علي طارش ملاجك. وبعد هنا الألم أيها الأخوة، ويا وعن يجبل علي قول ضعنك وانسعد، ويا لا عرفت مش ضعنك مريد قلبي مريد. الدرب ملاني ابويا بكثر ما راح الورد، اتمنى كون جناح عندي حتى طيرا ليكم. يجي بشر بن حذلة ويشوفها جالسة بالدار
لكن متألمة حزينة يقلها من أنت الجالسة في دار الحسين؟ تقل له جفاني جفاني مريضة وانا اهل جفاني، اخ ما حملوني ما هم ينحملوا وما حملوني، وعدوني والله بالجاية كلهم وعدوني، راحن عيوني على دروبهم راحن عيوني. يقلها ليش ما ذهبت معه واكل النساء ركب مع الحسين؟ تدري شو تقول؟ ومر عليك لكن بيهن ألم. تقل الشيء عنهم انا جوي وحده انا جوي وحده والشيء عنهم، اخ يا حملون وانا اتفكر لكم اعزاز كلهم ما ينسون، اعزاز كلهم راحوا وما شبعنا الشاب منهم، ويا بنزلهم انا ظليت بس انعى بنزلهم، ويست منهم قطعت الرجا ويست منهم. قالها لا ركب الحسين بالطريق يقول فرحت دخلت للدار لما بشروها وفرشت دار عمها ودار ابوها وعدلت مهد عبد الله اخوها، ودموع الفرح قامت تهلها بعد فرحت لما سمعت دقة الباب. الله صاحت يا هلا بجية الغياب، هلا بابوي حسين وباقي الاصحاب، هلا بعمومة الما مش مثلها. لكن تعالوا شوف من فتحة الباب رات عمتها زينب مكسورة الخط محنية الظهير دموعها تجري لما نظرت إلى فاطمة العليلة وقد هيأت الدار. تقلها عمة تفرشين تفرشين البيت فيه المرتب. النشر والتوزيع عباس الخزاعي وسيد حاكم. آخ البيت 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 فيه المن تفرشين والمهد عبد الله تعدلين بالميادين بالميادين انا اهلك ضحايا بالميادين. تعال شوف مريضة وتنتظر اهلها على احر من الجمر وتفاجئها زينب بالخبر. يقول زحفت الى غرفة الحسين قضيت العمر بالحسرات والون ويا تالي تالي موت ابوي وما اشوفن. اخذت زاوية دموعها جارية تبكي قالت لها زينب انت مريضة على ما تبكي. تقلها عم الضيعات الضيعات انا ابكي ابكي على ابوي الضيعات عم شرت ولا ينشر الوالي شرت عم جامعتني طويل الدرب جامعتني عاد
عديت يمه وعاتبيته بئت الدعاء. وصار أمامي موقف السيدة رقية، يقولون قبل أن تفارق روحها الحياة أخرجت ثوبا صغيرا أعطته لزينب، قالت لها بعد ما إلي أمل بالحياة ما أقدر أعيش بعد الحسين، ولكن سلميني على أختي فاطمة العليلة واعطيها هذا الثوب كأنك تشوفه الآن. يقول لما وصل إلى فاطمة لطمت على رأسها، والله شافت ثوبها وقامت حزين. عم حنين حنين الاخد يا عم حنين، شبدينا شبدينا على الموت يا عم شبدينا. ضج الأطفال ضجة واحدة وهم يقولون واباه وحسينا. والله صار أمامي وما راح أقرأ غيرهن. زينب شو تقول؟ خويا مرمرانا مرمرانا خويا أطفالك يا خويا مرمران، خويا تعبونا والدرب كله تعبون. ما تتعب زينب ذول أطفال الحسين لكن أكو أمور. خويا نريد بونا نريد بونا، والله يقولون عما نريد بونا، عما دللونا أنا جاي